السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوة ليلى. كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيكة بورقة الفيلو بمذاق عجيب وشكل رائع. خليكم معايا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات ديال هاد الكيكة بورقة الفيلو، كنحتاجو كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت معامرش، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الكوك كما شفتوا معايا. عندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق، بالنسبه للدقيق راه مغربلاه من قبل. عندي هنا 4 البيضات بدرجه حراره المطبخ، ساشي ديال فاني، 2 خمارات من فئه 8 غرام ديال الحلويات، وواحد القبيصه ديال الملح. ودابا غنبداو على بركه الله. هنا اول حاجه خديت هذا الاناء اللي غادي نوضع فيه البيض. بالنسبه للبيضه البنات، انا هنا راه درت 4 البيضات، غير انا علاش درت 4 حيت عندي البيضات صغار. اذا كانوا البيضات كبار كديروا 3. صافي غندير هاد قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق، ساشي ديال فاني، غندير هاد الكاس ديال السكر سنيده حبيبات. الطريقه راه سهله. صافي هنا غادي نجيب الخلاط الكهربائي، ولا تقدروا تطربوا غير بيديكم اللي بغيتو، ولا تقدروا ديروا هكا تاخذوا الخلاط ديال مونينيكس وتخلطوا فيه حتى هو راه تيخدم. صافي هنا غادي نبقى نطرب مزيان كما شفتوا معايا. صافي هنا غادي نبقى نطربو حتى يولي البيض ديالي لونه شويه ابيض، وعاد تنزيد هذاك الزيت. هنا الزيت بغيتو تخويوه في دقه، بغيتو تخويوه هكا بشويه بشويه كما كنخدم انايا. صافي وغادي نبقاو نطربو مزيان كما شفتوا معايا. صافي كما شفتوا الطريقه راه سهله وواضحه في الفيديو. صافي هنا غادي نبقى نطرب مزيان البيض حتى يولي ليا اللون ديال البيض، اللون ديالو يكون بيض، وغنرجع معكم ان شاء الله. كما شفتوا معايا هنا من بعد ما طربت الخليط ديالي مزيان على هذا الشكل، هنا غادي نزيد الحليب وغادي نطرب غير واحد شويه. الصراحه هاد الكيكه راه كتجي زوينه بورقه الفيلو. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو ديالي وتجربوها، غادي تعجبكم بزاف. صافي هنايا غادي نزول هذا الخلاط الكهربائي كما شفتوا معايا، وغادي نبقى نخدم غير بهكا بسباتيل. صافي هذا هو الخليط ديالي. غادي نزيد هنا الكوك. هنا بالنسبه للكوك البنات تقدروا تعوضوه بهذا باللوز مطحون. اللي ما عندوش الكوك يقدر يدير اللوز مطحون في بلاصتو. صافي هنا غادي ندير الدقيق، وكما قلت لكم البنات انا الدقيق ديالي دائما كنغربلو في هاد الكيكات ديالي او الحلويات ديالي كاملين تنغربل فيهم الدقيق. هنا راه درت 2 كيسان ونص معبورين مقادين، وغادي نزيد هنا الخميره. بالنسبه للخميره حتى هي كنغربلها البنات. صافي وغادي نبقى نخدم بالسباتيل ديالي. انا هذه هي الطريقه ديالي، كنبقى نخدم الدقيق ديالي هكا ندخلو في الخليط غير بالسباتيل في نفس الاتجاه. الطريقه راه سهله وواضحه. هنا غنبقى مستمره حتى غادي نكمل الخليط ديالي كامل ونرجع معكم. هنا كما شفتوا معايا من بعد ما دخلت داك الدقيق ديالي كامل في هذا الخليط ديالي، شوفوا لي البنات على هذا القوام ديالو كيفاش كيجي رائع. صافي هنايا غادي ندوز نجيب المول ديالي. انا خديت هذا دائري، تقدروا ديروا اي مول اللي بغيتو. من بعد ما درت ليه بابي كويسون كما شفتوا معايا، ودهنته بشويه ديال الزبده والدقيق. صافي وغادي نخوي فيه الخليط ديالي. صافي هنا من بعد ما درت الخليط ديالي بهذه الطريقه،
الطريقه راه سهله الصراحه، راه الفيديو هو شارح راسو البنات. صافي هنا غادي نخلي هاد الخليط ديال الكيك ديالي على جنب، وغادي ندوز نجيب الورقه ديال الفيلو ديالي او لاباطا فيلو. صافي انا اختاريت هاد الماركه اللي كتعجبني ومصايبه هاد الماركه كتكون مصايبه بالقمح البنات. راه غيبان لكم اللون ديالها شويه كحل، ماشي اللون ديالها ابيض بحال الاخرى. صافي وخديت هنا الزبده مذوبه، وعندي هنايا الكوك. صافي غادي نحاول نحل الورقه ديالي كما شفتوا بهذه الطريقه، وغير البنات هاد الورقه حديو معها راه غير كتقيسوها كتبدا تقطع، حيت دوك الورقات ديالها كيكونوا رقاقين بزاف. صافي انا غادي نبقى نحاولها غير بشويه بشويه. من بعد ما غنسرح الورقه ديالي هكايا طويله، غادي نجي وغادي نشد غنقطعها البنات انا على جوج، ما غنخليهاش هكا طويله، غادي نشد هكا وغنقطع على جوج. صراحه البنات هاد الكيكه بهاد الورقه ديال لاباطا فيلو راه كتجي زوينه بزاف. كما قلت لكم كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو ديالي وغتجربوها، غتعجبكم، غتجيكم مقرمله او مقرمشه البنات. صافي هنايا غير بالنسبه لديك لاباطا فيلو اللي غتبقى لكم البنات، حاولوا ديروها في البلاستيكه ديالها وتردوها، ما تخلوهاش هكاك عريانه غادي تبدا تقصح لكم. صافي انا هنا خديت هاد الوريقه واخا تبان لكم مقطعه البنات معليش. صافي وغادي ناخذ هنا الزبده وغادي ندهنها مزيان كما شفتوا معايا بهذه الطريقه. صافي وغادي ندير ليها هنا الكوك. بما ان البنات حنا الخليط ديال الكيك ديالنا درنا فيه الكوك، حتى هاد الورقه غادي نديروا لها الكوك. الا درتوا الخليط ديالكم فيه اللوز غادي تشدوا الورقه وتا هي غدردروا عليها شويه ديال اللوز. هذا هو الدور ديالها البنات. صافي ومن بعد غادي نجمعها بهذه الطريقه كما شفتوا معايا، وغادي نتنيها هكا على شكل ورده. راه ساهله البنات هكا كما شفتوا معايا. صافي وغادي نجيب المول ديالي وغادي نوضعها الوسط. كنتمنى البنات نكون شرحت مزيان. صافي وغادي ناخذ ورقه اخرى كما شفتوا البنات، قلت لكم غير بشويه هكا عليها، راه حيت غير كنقيسها كتبدا تقطع ليا الورقه. صافي حتى هي راه غادي ندهنها بهكا بالزبده. صافي حتى هي درت ليها الكوك بنفس الطريقه. صافي وغنحاول نتنيها. صافي صافي وغنبقى نتني لها هكا الجنيبات كما شفتوا معايا. صافي وغادي ناخذ المول وغادي نبقى نديرها هنا البنات، غادي نبقى مستمره حتى غادي نكملها في داك المول ديالي، غنبقى نحط وحده 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 تنكمل في المول ديالي. صافي هنا كما شفتوا معايا من بعد ما كملتها، شوفوا لي البنات كيفاش كتجي بحال شي ورده، كتجي زوينه زوينه بزاف. صافي هنايا البنات انا من بعد ما وضعتها هكا كما شفتوا معايا غادي ندخلها الفران. بالنسبه للفران انا غادي نطيبها غير في الفران ديال الضوء. صافي غادي نشعلو على 150 درجه، المده ديال الطهيه البنات 25 دقيقه. وهنايا البنات كما شفتوا معايا بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران، شوفوا لي البنات كيفاش كتجي زوينه بزاف، كتجي محمره ومقرمشه. صافي هنا غادي ندوز ان شاء الله نحيدها من المول ونكمل معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما حيدتها من المول وضعتها في هذا الطبق تقديم كما شفتوا معايا. بالنسبه للتزيين البنات انا هنايا غادي نزينها بالعسل. صافي غادي هكا ندهنها شويه بالعسل كما شفتوا معايا بهذه الطريقه. بما ان الورقه ديال لاباطا فيلو كتبغي العسل ولا الشاربات، انا فضلت هنا ندير العسل بهذه الطريقه، غير هو العسل يكون خفيف شويه البنات. وبالنسبه للتزيين البنات تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتو. صافي هنا من بعد ما درت لها العسل غادي ندير ليها هنا
الكوك كما شفتوا معايا، هي مصيبه بالكوك، غادي نزينوها بالكوك. صافي غادي نحاول نوضعوا عليها كامل كما شفتوا معايا، طريقه راه سهله. وهنا غادي ندير هنا شويه ديال اللوز افيلي. صافي هنا غادي نبقى مستمره على هذا الشكل، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هذه الكيكه بورقه الفيلو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه بورقه الفيلو بعد ما كملتها في التزيين. لذيذه ومقرمشه وسهله في التحضير. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم. خليت لكم الراحه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.